بتبدأ حكايتنا في مدينة يوكوهاما في اليابان، والكل بيكون عايش حياته وفيها مش شايل هم حاجة، لحد لما فجأة بيظهر وحش ضخم واللي بيكون اسمه وحش الكايجو، وبيبدأ يدمر المدينة وبيرعب السكان. والبلد بتكون أعلنت حالة الطوارئ، والجيوش كانت بتحاول تسيطر على الوحش وكانوا بيحاولوا يخلصوا عليه، بس للأسف أسلحة الطيارات ما كانتش عاملة حاجة وما كانتش بتأثر. والغريب بقى إن الشعب كان مطمن جدا، وده لأن حكومة البلد بعتت الفرقة الثالثة للوحش، ودار ما بينهم قتال شرس جدا وانتهى بفوز الفرقة الثالثة. وعلى الجانب التاني بنشوف شاب اسمه كافكا بيراقب اللي بيحصل من بعيد، ولما بيشوف احشاء الوحش متوزعه في كل مكان بيتضايق جدا، وده لانه شغال عامل في شركه تنظيف بقايا الوحوش، وان هو المفروض اللي بينظف بقايا الوحوش دي. وعلى الناحيه التانيه بنلاقي اهل البلد فرحانين جدا بجنود قوات الدفاع، وكانوا عاملين لهم حفله تكريم كبيره، لكن بطلنا ما اهتمش وكان بيحاول يخلص شغله. بس للاسف واحد من العمال المسؤولين عن تنظيف الامعاء بيتصاب اصابه كبيره، ومن كتر ما هي صعبه العامل اضطر ينسحب من الموقع. وللاسف بعدها الاداره اجبرت بطلنا انه يكون مسؤول عن الامعاء، واللي بالمناسبه ده تخصص صعب جدا ومش اي حد بيقدر يشتغل فيه. لكن كافكا رضي بنصيبه وراح خلص الشغل المطلوب منه. وفي اخر اليوم بطلنا كان مرهق جدا وكان مش قادر ينام بسبب ريحه الامعاء اللي ما كانتش كويسه. بس في اللحظه دي بيلفت انتباهه الخبر اللي بيتعرض على التلفزيون، وقد ايه الاعلام بيشكر في النقيبه مينا، ودي بتكون صديقه طفوله كافكا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان بطلنا كان غيران منها جدا، لكنه ما خلاش حاجه زي كده تسيطر عليه، وكان بيوهم نفسه انه احسن منها. وتاني يوم بطلنا راح الشغل كالعاده، وهناك زمايله بلغوه ان في عامل جديد هيشتغل معاهم واللي بيكون اسمه اتشيكاوا. والغريب بقى ان اول حاجه قالها لبطلنا هي ليه استسلمت؟ فرد عليه بطلنا وقال له انا بذلت كل مجهودي، وللاسف انا مش احسن واحد في العالم، واكيد في ناس تستحق المكان ده اكتر مني. وطلب منه يسكت وما يفتحش الموضوع ده تاني لانه لسه صغير ومش فاهم الحياه كويس. وحاجه زي كده اكيد ضايقت اتشيكاوا، وعرفه انه فاهم اكتر منه وانه مش هيستسلم بسرعه زيه، وبعد كده سابه ومشي. وطبعا مش محتاج اقول لك ان كلام زي ده ضايق بطلنا جدا. المهم العمال بيجهزوا وبينزلوا الموقع عشان يبداوا الشغل، ورئيس العمال بيبدا يوزع الادوار على العمال، وبيعين اتشيكاوا وبيخليه مسؤول عن الامعاء. وعشان كافكا كان متضايق منه كان فرحان فيه جدا، لكن الرئيس بيصدمه وبيبلغه انه مسؤول عن الامعاء هو كمان. وبعد ساعات كتير من الشغل اخيرا وقت الغدا بيكون جه، لكن للاسف اتشيكاوا ما كانش قادر ياكل زي زمايله. ولما بطلنا ساله عن اللي حاسس بيه فاتشيكاوا عرفه انه ملوش نفس للاكل. وقتها بطلنا اداله متعدد فيتامينات، وده لانه لو ما اكلش مش هيقدر يكمل لاخر اليوم. وطلب منه يحط سدادات المناخير عشان ما يشمش الريحه واللي مش هتكون كويسه، لكن اتشيكاوا ما وافقش، فعشان كده كافكا فضل يتخانق معاه لحد لما اقتنع. واخيرا بعد يوم طويل الشباب بيكونوا خلصوا شغل. والغريب بقى ان اتشيكاوا راح لبطلنا وشكره على النصايح اللي اداها له، وانه لولا ما كانش قادر يكمل اليوم. وبنلاقيه ودع بطلنا وكان مروح على السكن. بس قبل ما يمشي بنلاقيه عرف بطلنا انهم رفعوا السن لحد 32 سنه، وانه يقدر يقدم لفرع الدفاع عادي جدا، وانه قصد يبلغه المعلومه دي لانه لاحظ انه زعل لما قال له انه استسلم وما عملش اللي عليه. والغريب بقى ان كافكا ما اتضايقش منه وشكره جدا على اللي عمله معاه، وانه طلع بني ادم كويس. بس فجاه بنلاقي وحش ظهر وكان هياكل اتشيكاوا، لكن بطلنا ظهر في اخر لحظه وانقذه، وطلب منه يهرب بسرعه، وانه اول لما يحس بالامان يروح يبلغ فريق الدفاع بسرعه. وفعلا اتشيكاوا بيكون سمع كلامه، واول لما بطلنا بيتاكد انه مشي بنلاقيه مسك ماسوره وفضل يجري من الوحش لحد لما قدر يدخل في مكان الوحش ما قدرش يدخله، وفضل يجري بكل سرعته لحد لما وصل لاخر الممر وكسر الازاز. وفي اللحظه دي بنلاقيه رجع بالذاكره لورا، وبنشوفه هو بيتكلم مع مينا صديقه الطفوله بتاعته، وكانوا بيتخانقوا على مين اللي هيكون ناجح لما يكبر، وان اللي هيدخل فريق الدفاع هو اللي هيكسب الرهان ده. وبنرجع بعد كده للحاضر، وبنلاقي الوحش كسر المبنى ورجع يجري ورا بطلنا من تاني، لكن كافكا بيكون زهق منه وقرر انه يواجهه. بس للاسف بيستقبل ضربه من الوحش بالطياره لاخر الدنيا حرفيا، ولما بيفوق من اثار الضربه بيتفاجئ بالوحش واقف قدامه. ولما حاول يهرب منه اكتشف ان رجله مصابه، وكان خلاص استسلم وساب نفسه للوحش. بس في اخر لحظه بنلاقي تشيكاوا ظهر وضرب الوحش بالعصايه. ولما بطلنا قال له ايه اللي جابك هنا رد عليه تشيكاوا وقال له انه مش هيسيبه لوحده، وانه انقذه قبل كده، وانه لازم يرد له الجميل. وقتها بطلنا اتحمس جدا من الكلام اللي سمعه، وكان بيحاول يقوم، بس للاسف الوحش اتعصب جدا وكان هيضربهم، لكن بيظهر نمر ابيض بيشتت انتباهه. وفي اللحظه دي بنلاقي الوحش استقبل مجموعه من الضربات خلصت عليه، وبنعرف ان اللي عمل كده هي فرقه الدفاع ضد الكايجو. بيعدي الوقت وبطلنا واتشيكاوا بيكونوا راحوا المستشفى، وبنلاحظ ان كافكا متضايق جدا، وده لانه اتاكد ان مينا احسن منه مليون مره. بس لما بياخد باله ان اتشيكاوا سمع اللي بيقوله قرر يعمل نفسه نايم، لكن اتشيكاوا ما فرقش معاه وشكره على مساعدته ليه، وان لولا كان زمانه مات النهارده. وعرض عليه انه يفكر في موضوع انضمامه لفرقه الدفاع، وانه لازم يحاول مره تانية وما يستسلمش ابدا. ولما كافكا فكر في الكلام شويه ادرك ان اتشيكاوا عنده حق فعلا، وبنلاقيه فرح جدا واعترف له انه شخص كويس. بس فجاه بنلاقي دبانه شكلها غريب بتطير قدام كافكا، والغريب بقى انها كانت بتتكلم وكانت بتقول اخيرا لقيتك. ومره واحده بنلاقيها دخلت جوه جسمه، وده خلى كافكا يعاني من تشنجات غريبه. ساعتها اتشيكاوا قلق عليه جدا، ولما قام عشان يشوفه اتصدم من منظر كافكا، وده لانه اتحول لكايجو. بس الغريب ان كافكا كان قادر يسيطر على نفسه وكان بيحاول يهدي اتشيكاوا. بس في اللحظه دي بنلاقي راجل عجوز واقف وراهم، واول لما شاف منظر كافكا اتصل على الشرطه وبلغهم عن وجود
وحش كايجو في المستشفى. وعلى الناحيه التانيه بنشوف مينا وهي قاعده في بيتها وكانت بتحاول تستجم شويه، لكن بيوصل لها اخر الاخبار وبتعرف ان في كايجو ظهر في المستشفى. وفورا بنلاقيها جهزت الفريق بتاعها وبدات تديهم التعليمات وانهم لازم يخلصوا على وحش الكايجو ده قبل ما يأذي اي حد. وفعلا الطيارات بدات تتحرك وانذار حاله الطوارئ اشتغل، ده غير الاعلام اللي نشر الخبر وطلب من المدنيين يقعدوا في بيوتهم ويتخذوا الاحتياطات اللازمه عشان يحافظوا على سلامتهم. وبنرجع بعد كده لكافكا وإتشيكاوا، واول لما بطلنا حس ان العجوز هيموت من الرعب فهو قرر انه يبتسم له ويوري له الضحكه الحلوه، بس للاسف مش ده اللي حصل والعجوز بيكون وقع على الارض من كتر الرعب. وعشان كافكا بني ادم كويس قرر انه يروح يطمن عليه، بس اول لما حط ايده على الحيطه اتفاجئ انها اتكسرت وبيكون ادرك انه بقى كايجو حقيقي وان قوته زادت بشكل كبير جدا. بس فجاه بنلاقي كل اللي في المستشفى خرجوا من اوضهم بسبب الصوت، واول لما بيشوفوا كافكا بيتصدموا جدا. فعشان كده إتشيكاوا عرف بطلنا انهم لازم يهربوا من هنا قبل ما فرقه الدفاع تيجي وتخلص عليه. وفعلا كافكا سمع كلامه وبنلاقيه كسر شباك الاوضه وهربوا هما الاثنين، بس اللي ما يعرفوش ان فرقه الدفاع عرفت خبر هروبهم وكانوا في طريقهم ليهم. وبنرجع بعد كده لإتشيكاوا وكان مستغرب من منظر كافكا جدا وقد ايه شكله مريب، ولما كافكا بيدرك المشكله اللي هو فيها بيتضايق جدا، خصوصا انه مش هيقدر ينضم لفرقه الدفاع اللي كان نفسه ينضم لها، وان الوعد اللي وعده لمينا مش هيقدر يوفي بيه. بس اول لما بيلاقي إتشيكاوا واقف قدام سور منطقه ممنوع الدخول فيها على طول بنلاقيه راح له، بس فجاه بنلاقيه سمع صوت غريب وكان بيقول في سره ده جاي من تحت الارض. وفعلا كلامه طلع صح والكل بيتفاجئ بكايجو تاني ظهر في المدينه. وعلى طول فرقه الدفاع غيرت طريقها وقرروا انهم يروحوا لمكان الانفجار. وإتشيكاوا كان شايف ان مفيش فرصه حلوه احسن من دي يهربوا فيها، وان كافكا لو ما سمعش كلامه يبقى يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. وطبعا مش محتاج اقول لك ان كافكا سمع كلامه وهرب معاه فورا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بنته وامها محبوسين نتيجه الدمار اللي الكايجو عمله، وللاسف الام ما كانتش قادره تتحرك والبنت كانت زعلانه عليها جدا وكانت بتحاول تخرجها باي طريقه. وفجاه بيلاقوا الكايجو قدامهم وكان خلاص هياكلهم، بس بيظهر بطلنا في اخر لحظه وبيضربوا ضربه قويه جدا خلته يوصل لاخر المدينه حرفيا. ولما حب يطمن على البنت وامها البنت كانت خايفه منه جدا، فعشان كده إتشيكاوا قرر انه يتدخل وعرف البنت ان امها فقدت الوعي مش اكتر وانها هتكون كويسه. بس في اللحظه دي بنلاقي الكايجو ظهر، لكن الغريب ان كافكا ما خافش منه وبدا يستجمع قوته، وفجاه اداله بوكس قوي جدا خلاه يتقسم نصين حرفيا وانتشر الدم في كل المكان. ولما البنت شافت منظره وهو بيقاتل خافت جدا، لكن بطلنا راح لها وطمنها، بس للاسف البنت كانت لسه خايفه منه، فعشان كده كافكا قرر انه يمشي. بس وهو ماشي البنت شكرته على اللي عمله، وقتها بطلنا قرر انه ما يسيبهاش هي وامها لحد لما الاسعاف توصل. وبعد شويه بنلاقي قوه الدفاع وصلت وكانوا مستغربين كميه الدم الموجوده في كل حته وما كانوش عارفين ايه اللي حصل. فعشان كده بنلاقي النقيبه مينا راحت للبنت الصغيره وسالتها عن الكايجو اللي شافته. ساعتها البنت خافت جدا اول لما سمعت الاسم، لكن مينا طمنتها وقالت لها ما تقلقيش انا هخلص على كل الوحوش الموجوده في المدينه، وطلبت منها تحكي لها اللي حصل. فالبنت قالت لها انا موافقه احكي لك بس بشرط انك ما تاذيش الكايجو الطيب، وده لانه انقذ امي. ساعتها الدنيا اتقلبت والاخبار انتشرت في المدينه كلها وان ده اول كايجو يهرب من قوات الدفاع، والاعلام سماه كايجو 8 وكل جنود قوات الدفاع كانوا بيدوروا عليه حرفيا. المهم بيوصل طرد الكافكا في الشغل بتاعه، ولما رئيس العمال ما لقاهوش طلب من إتشيكاوا يستلم الظرف ويديهوله بنفسه. ساعتها كل العمال كانوا شايفين ان كافكا سقط في امتحان قوات الدفاع زي كل سنه وانه مستحيل ينجح، بس الغريب ان بطلنا نجح في المرحله الاولى وانه مؤهل لاختبارات المرحله الثانيه. ساعتها الكل كان مستغرب، لكن إتشيكاوا ما اهتمش وبنلاقيه اخذ الظرف وراح بلغ كافكا انه اتقبل، وطبعا هو ما كانش مصدق. لكن مش ده الموضوع، بنلاقي إتشيكاوا ضربه لانه كشف نفسه وانه معرض انه يتقتل في اي وقت. وطبعا كافكا سمع الكلام لكن ما قدرش يرجع لطبيعته بشكل كامل. وبنعرف انهم قدروا يضحكوا على قوه الدفاع وعرفوهم انهم استخبوا في الفتره اللي الكايجو ظهر فيها. المهم بنلاقي إتشيكاوا ادى لبطلنا الظرف بتاعه وبلغه انه اتاهل للمرحله الثانيه، فرد عليه كافكا وبلغه انه كده كده هينجح وانه هيمتحن بقوه الكايجو. ساعتها إتشيكاوا اتضايق جدا وعرفه ان ده غش وان القوات لو عرفت هيخلصوا عليه فورا. فرد كافكا وعرفه انه مش هيسيب اخر فرصه ليه وانه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينجح. فقال له إتشيكاوا انا قلت لك اللي عندي، وانهم لو قفشوك انا ماليش دعوه باللي هيحصل، وان احنا هنكون منافسين مش اصحاب. ساعتها كافكا ما عجبوش الكلام ده وكان بيحاول يقنعه باي طريقه، بس إتشيكاوا ما اقتنعش وطلب منه يرجع لطبيعته قبل ما القوات يوصلوا. وبعد 10 ايام بنشوف الشباب وهم في طريقهم لاختبار المرحله الثانيه وبنلاقيهم ركنوا العربيه بتاعتهم وكانوا داخلين القاعده، بس لفت انتباههم المنافسين بتوعهم وقد ايه بيكونوا اقوياء جدا. بس في اللحظه دي بنلاقي بنت بتقول لكافكا انت يا عجوز اركن عربيتك بعيد عن المكان ده وانا عاوز الركنه رقم 55، وده لانه رقمها المفضل. وطبعا مش محتاج اقول لك ان كافكا رفض وطلب منها تحترمه. وقتها بنلاقي البنت اتضايقت جدا وقالت له انا هحركها بنفسي، وبنلاقيها مسكت العربيه بايديها ورمتها لبعيد. ولما كافكا سالها عن اسمها قالت له انا الممتحنه رقم 2016 واسمها شينوميا، وطلبت منه يفتكر رقمها كويس وده لانها هتفاجئه كتير الفتره اللي جايه. ومره واحده بنلاقيها قربت منه جدا وقالت له خلي بالك انت ريحتك شبه ريحه الكايجو بالظبط. ساعتها إتشيكاوا اتدخل وعرفها انهم بيشتغلوا في تنظيف مخلفات الكايجو وانه وارد جدا الروايح تكون مسكت فيهم. فردت شينوميا وقالت لهم ايه اللي هيجيب عمال النظافه مكان زي ده، فبيوصل لها الرد من بطلنا من غير ما يتكلم
وبنلاقيه مسك عربيه الشركه وعدلها من تاني وقال لها انا الممتحن رقم 2032 وطلب منها تفتكر الرقم ده كويس لانه هيفاجئها الفتره اللي جايه. وفي وسط ما هم بيتكلموا بنلاقي كبير اتباع شينوميا ركن العربيه بتاعتها في مكان بطلنا، وشينوميا وعدت كافكا انها تمسح بيه بلاط القاعده وانها هتاخد منه الجو، وبنلاقيها اخدت رجالتها ودخلت. وقتها بنلاحظ ان اتشيكاوا مصدوم جدا وكان بيقول لبطلنا انت ما اخدتش وقت في استخدام قوتك، فرد بطلنا وعرفه انه حول الجزء اللي كان هيستخدمه بس. ساعتها اتشيكاوا اتعصب جدا وبلغه بصوت عالي انه ما يعملش الحركات دي في الامتحان وانه يكون انسان شريف. وقتها حراس القاعده سمعوهم وطلبوا منهم يدخلوا جوه لان الامتحان هيبدا. وبعد شويه بنشوف كافكا وهو في اختبار اللياقه البدنيه، وللاسف نتيجه المرحله الاولى ما كانتش احسن حاجه، فعشان كده بطلنا وعد نفسه انه هينجح في المرحله الثانيه بمجهوده لوحده. وزي ما كنا متوقعين بطلنا فشل ذريع وكان ترتيبه ال 219 من اصل 225. وعشان شينوميا مستفزه جدا بنلاقيها راحت له وورته النتيجه بتاعتها وكان ترتيبها الخامس على المجموعه كلها. وطبعا حاجه زي كده خلت بطلنا يحس بالاحراج الشديد وطلب منها تسامحه وتنسى اسمه. وبعد ما شينوميا مشيت بنلاقي تشيكاوا راح لبطلنا وطلب منه يكمل الامتحان بمجهوده وما يتحولش للكايجو عشان ينجح في الامتحان. وحاجه زي كده ضايقت كافكا جدا، ولما بيعرف نتائج الشباب اللي معاه بيتضايق اكتر، خصوصا انهم شباب متعلمين وجايين من جامعات كبيره وان فكره انضمامهم لفريق الدفاع هدف اساسي. ده غير شينوميا اللي الكل كان قلقان منها وده بسبب مهارتها العاليه جدا في قتال الكايجو وان اسم وشهرتها هي الموهبه العظيمه. وطبعا بطلنا بعد ما سمع الكلام ده كله كان حابب يتعرف عليها اكتر، لكن حراسها ما سابوهوش وفضلوا يضربوه وضحكوا عليه الناس كلها. المهم بيروح اتشيكاوا لكافكا وكان بيحاول يهديه شويه وبيعرفوا ان المرحله اللي جايه هتكون عباره عن تنظيف بقايا الكايجو وانه مش شرط يقاتلهم وان تنظيف البقايا والقتال يعتبروا حاجه واحده. وبعد شويه بنلاقي الشباب واقفين قدام بوابه كبيره جدا والرقيب هوشينا كان موجود وبدا يعرفهم الامتحان بتاعهم وان المطلوب منهم يلاقوا الكايجو اللي جوه ويخلصوا عليه. وقتها كافكا واتشيكاوا اترعبوا جدا وده بسبب الكايجو الضخم اللي مستنيهم جوه، وكان كافكا خايف لدرجه انه مش عاوز يدخل الامتحان. بس لما بيعرف ان فرقه الدفاع هتوفر له بدله بتزود قوته بيغير رايه، وبنعرف انها بتزود القوه بنسبه معينه. ولما عامل الفرقه الثالثه بدا يقيس قوه الشباب بنعرف ان اتشيكاوا قوته زادت بنسبه 8% وايزومو قوته زادت بنسبه 18% وكاجوراجي بنسبه 15% وايهارو بنسبه 14%، واخيرا شينوميا واللي كانت اعلى واحده فيهم وكانت قوتها زادت بنسبه 46%. ورقم زي ده خلى جنود فريق الدفاع ينبهروا بيها وانها موهبه ما جاش زيها قبل كده. بنروح بعد كده لكافكا واللي كانت قوته 0% وده رقم غريب جدا لان ما فيش شخص قوته بالرقم ده، ودي كانت حاجه خلته يتضايق جدا لكنه ما فرقش معاه وقرر يمتحن زيه زي باقي الشباب. وبعد شويه بنلاقي الممتحنين موجودين في ساحه الاختبار، واول لما الجرس اشتغل الكل بدا يتحرك ويدور على الكايجو. وزي ما احنا متوقعين شينوميا كانت متالقه جدا وخلصت على عدد كبير جدا من الكايجو. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف كافكا وهو بيعاني ومش قادر يرفع السلاح حتى. وفي اللحظه دي بنلاقي الرقيب بيبلغ الشباب ان النقيبه مينا بتتفرج عليهم وبيقول لهم انهم لازم يبينوا احسن حاجه عندهم. وقتها كافكا اتضايق جدا وقال في سره انا مش فارق معايا مين بيتفرج عليا ودي فرصتي الاخيره ولازم استغلها احسن استغلال. وبنلاقيه مسك سلاح وبدا يجري على الكايجو لغايه لما راح لمكان الشباب. واول لما شاف الوحش اللي قدامه وعرف نقطه ضعفه بنلاقيه مسك قنبله ورماها في وشه وبلغ الشباب ان الوحش ده نظره ضعيف جدا لكن سمعه بيكون قوي جدا وانهم لازم يستغلوا ضعفه دلوقتي، وطلب منهم يضربوه في مكان معين. وفعلا الشباب سمعوا كلامه وقدروا فعلا انهم يخلصوا عليه. وقتها كافكا كان مبسوط جدا وبنلاقيه اخد اتشيكاوا معاه وفضلوا يدوروا على باقي الكايجو. لكن للاسف في وسط ما هم بيجروا بيظهر كايجو مستخبي وبيهجم على كافكا وللاسف بيتعرض لاصابات خطيره جدا والكايجو كان هيخلص عليه. بس بتظهر شينوميا في اخر لحظه وبتخلص على الوحش وبنلاقيها بتقول لكافكا خلي بالك من كلامي وانها لما بتكون في ساحه المعركه مستحيل تخلي حد من الشباب ينسحب. وحاجه زي كده خلت بطلنا يفرح جدا وشكرها على اللي عملته علشانه، لكن شينوميا ما اهتمتش بكلامه وراحت عشان تساعد باقي الشباب. المهم بيقرر كافكا يقوم من مكانه ويكمل الامتحان بتاعه، بس للاسف رجليه كانت مصابه والرقيب طلب منه ينسحب وده بسبب اصابته الشديده وان حتى قوه البدله مش هتساعده لانها زي ما قلنا كانت 0%. لكن كلام زي ده ما فرقش مع بطلنا وبنلاقيه داس على نفسه وبيفاجئ الجميع وبنلاقيه بيتكلم مع جنود الدفاع وبيعرفهم انه مش هيستسلم المره دي. وحركه زي دي خلت الكل ينبهر بيه والرقيب بلغه انه لو حس باي تعب على طول يعرفه وده لانهم مش عاوزين اي حد من الممتحنين يتعرض للخطر. وطبعا حاجه زي كده فرحت كافكا جدا وكان مستعد يكمل الامتحان، بس للاسف اعراض التعب كانت باينه عليه جدا فعشان كده بنلاقي تشيكاوا بيرد عليه المساعده وانه عاوز يرد الجميل اللي عليه وبيحصل عكس المتوقع تماما. وبنلاقي تشيكاوا شايل كافكا على ظهره وبيجري بيه وانهم كانوا ماشيين بمبدا القوه الموحده وكانوا بيحاولوا يساعدوا شينوميا، بس هي ما كانتش مستنيه اللي يساعدها وحرفيا كانت معلمه الوحوش الادب ومش مديه فرصه لاي حد من الممتحنين يضرب طلقه واحده على الوحوش. ده غير انها قدرت توصل للكايجو الضخم وبنلاقيها طارت في الجو وفتحت القنبله ورمتها عليه وبنلاقيها بعدها طلعت على راسه وضربته الرصاصه الاخيره. وحاجه زي كده خلت فريق الدفاع ينبهر بيها جدا وبكده المرحله النهائيه بتكون انتهت. وكافكا كان منبهر بالبنت دي ومش مصدق اللي هي عملته لكنه قرر انه يستريح شويه وبنلاقيه هو واتشيكاوا ناموا على الارض. وعلى الناحيه الثانيه جنود فريق الدفاع كانوا بيتكلموا مع بعض وكانوا شايفين ان شينوميا هي اقوى واحده في الممتحنين. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف شينوميا
وهي واقفه وبصه للسما، وكانت بتقول في سرها انها قويه جدا. وبنلاقيها بعدها لفت ظهرها وكانت رايحه لكافكا عشان تتريق عليه كالعاده، بس للاسف بنتفاجئ بكايجو واقف وراها، وفجاه بنلاقيه ضرب عليها نار. وعلى الجانب التاني بنشوف باقي الشباب وهم بيحمدوا ربنا ان كان معاهم شينوميا في الفريق، وان لولاها ما كانش زمانهم عايشين اصلا. وفي اللحظه دي بنلاقي الكايجو بيرجعوا للحياه من تاني، وبنعرف ان الكايجو اللي ضرب شينوميا هو السبب في كل اللي حصل ده. وفجاه بنلاقي شينوميا بتعالج جروحها وكانت هتخلص عليه، بس اتصدمت لما لقيت الكايجو بيتكلم، وكان بيقول لها هو انت لسه بتتحركي؟ ولما حس انها هتخلص عليه على طول بنلاقيه طلع المسدس بتاعه وضرب عليها نار. والمستشارات بتكون بعتت لفريق الدفاع ان في تشوهات كتير في الممتحن رقم 2016، وبيعرفوا فورا ان شينوميا بتتعرض للهجوم. ولما الجنود بصوا على كاميرات المراقبه بيكونوا عرفوا ان الكايجو رجع للحياه من تاني، وان دي اول مره تحصل في التاريخ. ده غير ان قوتهم زادت بشكل كبير، فعشان كده مينا طلبت من القوات انهم يتدخلوا، والفريق بيكون اعلن حاله طوارئ وطلب من الممتحنين يسيبوا المكان ويخرجوا في اسرع وقت. لكن شينوميا كانت رافضه الموضوع ده، وكانت عاوزه تخلص على الكايجو بنفسها. وعلى طول بنلاقيها عالجت الجروح بتاعتها وكانت جاهزه للقتال، بس بتتفاجئ بضربه قويه جدا خلتها تلزق في الحيطه، وللاسف بتفقد الوعي بعدها. وبنرجع بعد كده بالزمن لورا وبنشوفها وهي واقفه مع صاحبتها قدام لوحه نتيجه الامتحان. وكالعاده شينوميا كانت الاولى على الفصل بتاعها، ولما راحت تعرف والدها بالنتيجه الاب كان مش مهتم وكان سلبي معاها جدا، وطالب منها تكون رقم 1 في العالم وتخلي امها المتوفيه تفخر بيها. بنرجع بعد كده للحاضر، وشينوميا بتكون قدرت تستجمع قوتها من تاني، وكانت بتحاول تخلص على الكايجو، بس للاسف بتستقبل ضربه قويه جدا بتخلي دراعها يتلوي، والكايجو كان خلاص هيخلص عليها. وللاسف شينوميا كانت مستسلمه على الاخر، لكن بيظهر بطلنا في اخر لحظه وبينقذها، وبنعرف انه اتسحب وهرب من اتشيكاوا. وحاجه زي كده خلت اتشيكاوا قلقانه عليه جدا، وده لانه حاسس ان كافكا اتحول لوحش، وان فريق الدفاع لو شافه هيخلص عليه فورا، فعشان كده قرر انه يروح وراه ويلحقه. وبنرجع بعد كده لشينوميا وكانت مصدومه من اللي هي شايفاه، وان ازاي بني ادم يتحول لكايجو. ساعتها بطلنا فضل يتحايل عليها انها ما تعرفش حد القصه بتاعته، وفي اللحظه دي بنلاقي الكايجو بيجهز الضربه بتاعته، لكن بطلنا قدر يصد الضربه. ومن شده قوتها الاجهزه اللي بتراقب المكان بيكون حصل لها عطل، وقوات الدفاع بيكون وصل لهم خبر ان في كايجو جديد ظهر. المهم بنلاقي كافكا اتعصب جدا، واول لما وحش الكايجو هجم عليه بطلنا اداله ضربه قويه جدا خلت المكان كله يتملي بالدم. وقتها شينوميا ما كانتش مصدقه اللي هي شايفاه، بس فجأة بنلاقي بطلنا جري عليها بكل سرعته، وبنعرف انه كان وراها وحوش كانت عاوزة تخلص عليها، لكنه قدر ينقذها للمرة التانية وطلب منها انها ما تعرفش حد اللي حصل. بس فجأة بنلاقي تشيكاوا ظهر وضربه على دماغه وطلب منه يرجع لطبيعته بسرعة، بس في اللحظة دي شينوميا ما قدرتش تستحمل بسبب كل الاحداث اللي حصلت، ومرة واحدة بتفقد الوعي. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الشباب اخدوها وكانوا في طريقهم للمستشفى. المهم بيبدأ فريق الدفاع يحلل اللي بيحصل، وكانوا مستغربين كمية الدم الموجودة في المكان، وان ده نفس المنظر اللي حصل من 3 شهور. فبتعدي الايام وبنشوف بطلنا وهو قاعد في المستشفى، وكان معاه تشيكاوا في الاوضه كان بيزوره، بس فجاه بيلاقي قدامهم النقيبه مينا وشكرتهم على مساعدتهم لشينوميا. وقتها بطلنا كان عاوز يقول لها حاجه لكنه بيسكت وبيقرر يحكي لها الحاجه دي بعدين. بنروح بعد كده لشينوميا واخيرا بتكون فاقت من الغيبوبه اللي كانت فيها، واول شخص قابلته هو الرقيب هوشينا، وبنلاقيه بيقول لها لولاكي كان زمان الخسائر كتير جدا. ساعتها شينوميا استغربته جدا، ولما بيسالها للمره الثانيه هل هي فعلا اللي خلصت على وحوش الكايجو قالت له ايوه انا اللي خلصت عليهم. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف شخص بيتكلم في التليفون، وبنكتشف انه الكايجو اللي ضرب نار على شينوميا، وكان بيتكلم مع رئيسه وكان طالب منه يلاقي الكايجو رقم 8. بس الغريب بقى ان الوحش ده طلع بني ادم، وانه شغال عامل في شركه تنظيف بقايا الكايجو. وتاني يوم الصبح بنشوف كافكا وهو ميت من الرعب، وكان بيلوم اتشيكاوا على تشجيعه ليه. بس في اللحظه دي بنلاقي مديرهم في الشغل دخل عليهم واداهم ظرف كان مبعوت لهم، ولما الشباب اخدوه اتفقوا انهم يفتحوه مع بعض، وفعلا عدوا من 1 ل3 وبنلاقيهم طلعوا نتيجه الامتحان. وبعد شويه بنشوف الممتحنين وهم موجودين في قاعه فريق الدفاع، وبنعرف ان اتشيكاوا اتقبل في الامتحان، والشباب كانوا فاكرين ان كافكا ما اتقبلش في الامتحان. بس في اللحظه دي بنلاقي النقيب مينا طلعت المدرج وبلغت الشباب ان النهارده حفله التجنيد بتاعتهم، وان شينوميا هي اللي هتقول القسم نيابه عن الدفعه الجديده. وفعلا بنلاقيها طلعت المدرج واخدت التعليمات بتاعتها من النقيبه مينا، وانها هتكون المسؤوله عن الدفعه الجديده، وده لانها هي اللي غلبت الكايجو. لكن مش دي الحقيقه، وشينوميا كانت حاسه بالذنب، وده لانها بتاخد شكر وتقدير مش بتاعها، وان المفروض كافكا هو اللي يقول القسم مكانها. ده حتى كافكا مش موجود معاهم وما اتقبلش. بس فجاه بنلاقي حد خبط الباب برجله وكان بيعتذر انه قاطع حفله الاستقبال. والغريب بقى يا صديقي ان الكل كان مبسوط انه جه ما عدا النقيبه مينا، وده لانها كانت شايفه انه يستحق يسقط في الامتحان، وده بسبب كل حاجه يعتبر، وانه ما نجحش في ولا امتحان. ده حتى اختبار القدرات كان جايب فيه 0، وكل الجنود الكبار كانوا رافضين يقبلوه في الفريق ما عدا الرقيب هوشينا، وكان شايف انه بيأدي في ارض الواقع بشكل احسن. ده غير انه كان بيضحكه كتير، بس مش ده السبب الاهم، وكان شايف انه ممكن مستواه يزيد مع الوقت، فعشان كده قرر يضمه للفريق. وبنرجع بعد كده للحاضر، والنقيبه مينا كسفته قدام كل الطلاب وعرفته انه مش المفروض يكون موجود هنا، وده لانه مش ضابط زي باقي الشباب، وان رتبته هي ضابط طالب.
او مبتدئ بمعنى اصح. المهم بتتكلم النقيبه في المايك وبتشكر الشباب على تطوعهم في قوه الدفاع، وانهم هيمروا بايام صعبه جدا الفتره اللي جايه، فعشان كده بتطلب منهم يستحملوا لحد الاخر ويعملوا اللي عليهم بشكل كويس. وده لانهم رصدوا كميه من الكايجو كبيره جدا، وان الحوادث اللي بتحصل بسببهم اكبر واكبر، فعشان كده هيكونوا محتاجين قوتهم ودعمهم لقوه الدفاع. وعرفتهم انهم ممكن يموتوا من المهمه الاولى، لكنها وعدتهم انها هتكون في ظهرهم ومش هتسيبهم ابدا. بس في اللحظه دي بنلاقي كافكا بيقول بصوت عالي: ما تقلقيش يا مينا، انا هكون جنبك ومش هسيبك. وحاجه زي كده خلت كل الشباب يتصدموا جدا، وكانوا شايفين انه مجنون، لان ازاي طالب مبتدئ زيه ينادي على نقيبه باسمها من غير ما يقول اللقب بتاعها حتى. وحاجه زي كده خلت النقيبه تتضايق جدا، وقالت له: انت لو اتكلمت من غير اذن تاني او طلع منك اي اسلوب مش محترم للظباط الاعلى منك، فانت هتتعاقب ب 200 عدة ضغط. ساعتها كافكا اتكسف جدا واعتذر لها بشكل غريب، وده خلى الرقيب يتريق عليه، وموقف زي ده خلى النقيبه تنفذ الحكم على كافكا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الرقيب وهو بيقول في سره القصه لسه ما خلصتش، وان الكايجو لما رجعوا للحياه رصدنا اشاره بتقول ان في كايجو قوته 9.8، ودي حاجه كبيره جدا، وان اكيد مستشعر بدله كافكا كان بايظ، وان مستحيل بدلته تقرا رقم زي ده، وده بكل بساطه لان قوته في البدايه كانت صفر، فغريب جدا حاجه زي كده تحصل. فعشان كده قرر انه يكمل الحكايه للاخر ويشوف اخرتها ايه. بنرجع بعد كده لكافكا، وللاسف ما قدرش يجيب غير 100 عدة ضغط بس، وشينوميا طلبت منه يجي معاها لانها عاوزه تتكلم معاه في موضوع. وقتها الكل اتريق عليها، وكانوا فاكرين انها عاوزه تعترف له بحبها، والمشكله ان كافكا رفض يقابلها، لكن شينوميا ما سابتهوش وضربته واخدته معاها، وقعدوا في الكافيه اللي جنب القاعده. وكانت مصدومه لما سمعت سبب تحوله لكايجو، وانه اكل كايجو صغير وتحول بسببه. وكافكا كان شايف انه يحكي اللي حصل لقاعده الدفاع، لكن شينوميا رفضت وعرفته ان ده يعتبر انتحار، وانهم مش هيعالجوه زي ما هو فاكر، بالعكس دول هيخلصوا عليه في ساعتها، ومش هيقدر يحقق حلمه يكون ضابط دفاع زي ما هو عاوز. وده بسبب انهم بيدوروا على الكايجو الاقوياء وبياخدوا بدلتهم بعد ما يموتوا، وبيستخدموها في سلاح خاص يساعدهم في المستقبل. وكلام زي ده خلى كافكا يخاف جدا، وطلب منها تخلي الموضوع ده سر بينه وبينها، وانها تنقذ حياته زي ما هو انقذ حياتها. فقالت له شينوميا: عندك حق، وعشان انت انقذت حياتي قبل كده فانا هكتم ومش هقول اللي حصل، بس ده مش معناه انك تعمل اللي انت عاوزه، وانك لو طلعت كايجو من اللي بيأذي البشر فانا هخلص عليك. فرد كافكا عليها وقال لها: اتفقنا. وتاني يوم بنشوف الشباب وهم بيتدربوا، واتشيكاوا ابهر الرقيب جدا، وان مستواه اتطور جدا في فتره قليله، وكلام الرقيب ضايق ايهارو جدا، وبنلاقيه جاب اخره حرفيا عشان يعلم من مستواه. وفعلا قوته التقديريه كانت 20%، ورقمه كان اعلى من اتشيكاوا. اما شينوميا فابهرت الكل، وقوتها القتاليه كانت 55%، والكل كان غيران منها، وده لانهم ما قدروش يجيبوا نص الرقم بتاعها. اما بقى بطلنا كافكا فقوته القتاليه كانت 1% بس، وكان شايف انه اتطور جدا لانه كان صفر، وانه كده ماشي في الطريق الصح، وحرفيا فرحته كانت غريبه ولا كانه شينوميا. المهم بنلاقيه بيسال الرقيب عن رايه في التطور، فقال له الرقيب: انت مستحيل تكون ضابط كامل لو مشيت بالحال ده، وانك لازم تشد على نفسك اكتر من كده، والا هتطرد في خلال 3 شهور فقط. وقتها الشباب فرحوا في كافكا جدا، فعشان كده الضابط طلب منهم يلفوا الملعب 15000 لفه. وبعد شويه بنشوف الشباب وهم بيستحموا في الساونا، وكانوا بيتخانقوا مع بعض على مين كتلته العضليه اكتر من مين. وطبعا مش محتاج اقول لك ان كافكا شرفنا وابهر الكل بعضلات ظهره، بس اللي الشباب ما يعرفوش ان بطلنا كان كاتم نفسه، والحقيقه بانت في ثانيه الا ثانيه، والكل ضحك عليه. بس لما بيظهر الضابط ابو عضلات حقيقيه الكل بيستخبى، وبيقرروا انهم مش هيركزوا على العضلات وهيركزوا على النتائج النهائيه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف النقيبه مينا وهي قاعده لوحدها، ولما البنات بيدخلوا عليها شينوميا انبهرت جدا بجمال جسمها، وسالتها عن التمارين اللي وصلتها للمنظر ده. والغريب بقى ان النقيبه قررت تعلمها الاساسيات. وبنرجع بعد كده للشباب، وكانوا بيتكلموا عن الاسباب اللي خلتهم ينضموا لفريق الدفاع، واول واحد قرر يحكي قصته واللي كان ايهارو. وبنعرف ان قدوته في الحياه هي النقيبه مينا، وانها انقذته قبل كده من كايجو ضخم، ومن بعد اليوم ده وهو حابب ينضم لفريق الدفاع. اما باقي الشباب ما رضيوش يحكوا قصتهم، وكانوا شايفين ان قدوتهم في الحياه هي النقيبه مينا برضه. وفي اللحظه دي بنلاقي بطلنا بيتكلم بصوت واطي وبيقول قد ايه النقيبه مينا جباره، وان الكل عاوز يبقى زيها. ساعتها ايهارو سال بطلنا عن السبب اللي خلاه يجي هنا، ولما الشباب بيعرفوا ان النقيبه مينا صديقه الطفوله بتاعته بينبهروا جدا، وطلبوا منه يحكي قصته كامله. بتعدي الايام والشباب كانوا شايفين شغلهم، وكانوا بيتدربوا جامد، لحد لما في يوم من الايام بنشوف بطلنا وهو كان في مكتبه القاعده، وكان بيحاول يطور من مستواه باي طريقه، لحد لما بيتفاجئ بالرقيب هوشينا واللي بيكون واقف وراه، وطلب منه يروح ينام، وده لان النوم مهم، وان مش ال8 ساعات اللي هينامهم هتاثر على مستواه، وانه عارف انه عاوز يثبت للنقيبه انه احسن منها. ساعتها كافكا اتصدم جدا وساله عرف منين الكلام ده، فقال له الرقيب كل حاجه بتتسجل هنا، وطلب منه يروح ينام دلوقتي لان ما قدامهوش غير ساعتين ويصحى. بس قبل ما يمشي عرفه انه مش هيخليه ياخد مكانه، ومش هيقاتل جنب النقيبه مينا، وكمان وضح له انه ما ينفعش ياخد مكان اي ضابط موجود في القاعده، وان الكل بيحارب على مكانته. وفي اللحظه دي يا صديقي الكل بيسمع صوت جرس الانذار، وان في مجموعه من الكايجو هجموا على المدينه، وان دي بتكون اول مهمه لبطلنا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف النقيبه مينا وهي بتحلل اللي بيحصل، وبتكون اعلنت حاله الطوارئ وخلت كل القوات ينقلوا الناس من المدينه، وبتكون طلبت من فريقها انهم يستدرجوا الكايجو للقطاع المركزي، وان ده احسن مكان للقتال، والخسائر اللي هتحصل هتكون قليله، وانها هتكون المسؤوله عن الكايجو. وطلبت من القناصه انهم يكونوا موجودين في قطاع ايكو للقناصه، وده عشان يساعدوا الجنود ويخلصوا على الوحوش الصغيره.
وبعد ثواني بنشوف عربيات الدفاع بتتحرك من القاعده، وكانوا في طريقهم لموقع الكايجو. وبعد دقايق الشباب كانوا موجودين في المكان المطلوب، والهونجو كان قدامهم واللي كان حجمه ضخم جدا وكان بيولد اطنان من الوحوش الصغيره. والرقيب طلب من الشباب انهم يحاولوا على قد ما يقدروا وما يخلوش اي وحش من الوحوش الصغيره يهربوا من المنطقه ويخلصوا عليهم كلهم. وقبل ما ينزلوا لساحه القتال الرقيب بلغهم ان الضابط الكويس مش بالدرجات، وانهم المفروض يثبتوا نفسهم في الساحه تحت. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الشباب كانوا متحمسين جدا، وإتشيكاوا وبطلنا وعدوا بعض انهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه وانهم هيكونوا من احسن الناس. وقتها بتجيلهم معلومات ان الوحوش دخلت عليهم والجنود بداوا يتحركوا بكل سرعتهم ناحيتها، الا كافكا الوحيد اللي كان ابطأ واحد فيهم. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف النقيبه وهي موجوده عند نقطه القناصه، والموظفه اوكونوجي ادت الاشاره للجنود وطلبت منهم يوفروا الدعم الناري للنقيبه. وفعلا المدرعات والطائرات بداوا يضربوا نار على الهونجو وكانوا بيحاولوا يوقفوه باي طريقه. وعلى الجانب الثاني الرقيب ادى الاشاره للجنود وطلب منهم يرفعوا راسهم ويخلصوا على الوحوش. وجمله زي دي خلت كافكا يتحمس جدا وكان بيحاول يستفيد بقوه البدله، بس للاسف مع اول هجوم للوحوش بنلاقيه طار وقعد جنب الزباله. فعشان كده شينوميا طلبت منه يرجع ورا وما يطلعش قدام تاني، والفريق كان شايف انه هيبقى عبء عليهم ومش هيقدم لهم اي تطور. وتاكو طلب من الفريق انهم يحاولوا يضربوا على نقاط الضعف ويتعاملوا بحرص لحد لما يقدروا يسيطروا على الوضع. وفعلا شينوميا عملت كده وكانت بتفجر دماغ الوحوش وابهرت الكل. وفي الجهه الثانيه بنشوف ايهارو وهو متالق جدا وكان بيخلص على الوحوش، لكن لما بيشوف إتشيكاوا وهو بيخلص على وحوش اكبر من اللي خلص عليها بيتضايق جدا وما كانش عارف السبب فين. فعرفوا إتشيكاوا انه بدل الطلقات المتفجره بطلقات متجمده. وفجاه بنلاقيه جري بكل سرعته وكان بيحاول يوصل لكافكا ويلحقه قبل ما يتحول لكايجو ويتكشف. وبنروح بعد كده لقطاع جي، وايزومو وكاجوراجي كانوا جامدين جدا والكل كان مصدوم بادائهم الجبار. والجنديه اللي كانت مسؤوله عن القطاع ده كانت مبهوره جدا بيهم وبتكون ادركت ان الدفعه الجديده فيها جنود كويسين جدا. وبنرجع بعد كده للموظفه اوكونوجي وكانت شايفه ان الجنود عاملين اللي عليهم والوحوش الصغيره بدات تختفي من القطاعات، وان احسن جنديين هم إتشيكاوا وايهارو. وحاجه زي كده ضايقت كافكا جدا وكان بيفكر يتحول لكايجو، لكن بيرجع في كلامه في الاخر وبيقرر يكمل بسلاحه. وبعد شويه بنشوفه وهو طالع من جسم واحد من الوحوش وكان بيحاول يحلل جسمه ويعرف مكوناته من ايه، وبيكون عارف ان هيكلهم من نوع من الفطريات وان النواه بتاعتهم مش موجوده في مكانها الطبيعي، فعشان كده قرر يدور عليها. وبيكون عارف انها موجوده في رقبتهم وطلب من الرقيب انه يؤمر الشباب يضربوا الوحوش من جنبهم ويحاولوا يضربوا اعضاء الوحوش ويدمروها، وده لانهم بيتكاثروا ذاتيا وعددهم مش بيخلص. ومعلومات زي دي خلت الرقيب ينبهر بيه جدا، وبيكون بلغ اوكونوجي بالمعلومات الجديده وطلب منها تعرفها لباقي الفريق. ولما عرف انه فاد الفريق فبيقرر بعدها يروح يحلل باقي الجثث ويعرف ايه نقاط ضعفها. لكن فجاه بيسمع صوت ضرب النار اللي الهونجو بيتعرض له، وفرق الدفاع كانت طالبه من القوات الارضيه والجويه ينسحبوا من الموقع ويحاولوا يثبتوه في مكانه على قد ما يقدروا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف النقيبه وهي ماسكه سلاح ضخم وكانت بتجهز لضربتها الاولى، وبعد ثواني بنلاقيها ضربت اول ضربه وبتكون قسمت الوحش لنصين. ومش بس كده، دي جهزت القذيفه الثانيه ووجهتها على الوحش وطلبت من باقي الجنود يوجهوا القذيفه بتاعتهم، وبضربه واحده منهم الوحش بيكون واقف في مكانه وبطل يتحرك. والموظفه كانت شايفه ان الهونجو خلاص انتهى، بس مينا ما كانتش شايفه كده وطلبت من الدفعه الثانيه يضربوا القذيفه الرابعه. وبطلنا كان مبهور بيها جدا وكان نفسه يكون زيها، بس بيدخل علينا الرقيب هوشينا وبيقول له طالما بتتفرج عليها يبقى انت اكيد عاوز تبقى زيها. فبيقول له بطلنا اكيد عاوز ابقى زيها، وبيساله هل يقدر يعمل كده ولا لا. فبيرد الرقيب عليه وبيقول له مستحيل اقدر اعمل كده، وان قوته القتاليه مش كويسه في الاسلحه، وان كل واحد كويس في حاجه واحده بس. وفي اللحظه دي بنلاقي وحش ضخم واقف وراه، ساعتها كافكا هيضرب عليه نار بس فجاه بنلاقي الوحش اتقطع حتت صغيره. وبنعرف بعدها ان الرقيب هو اللي عمل كده وانه قوي جدا في استخدام سيف الكتانه، وان عيلته هي اللي علمته المهاره دي، وانه شايفه انه احسن من النقيبه مينا، وان دي حاجه مش وحشه. وده لان لازم اقوى عضوين في الفريق يكونوا النقيب والرقيب بكل بساطه، وان كل واحد فيهم بيتصمم له اسلحه بتليق باسلوبه القتالي. وفجاه بنلاقي ضوء اخضر ظهر في السماء وبنلاقي الرقيب بيقول ده العرض الحقيقي هيبدا دلوقتي، واللي خفنا منه حصل. وبنعرف ان كان في وحوش صغيره جوه جسم الهونجو وكانت اعدادها كبيره جدا وكانوا في طريقهم لجنود فرق الدفاع، لكنهم كانوا متحمسين جدا وكانوا مصرين على القتال. بس اوكونوجي ما كانتش شايفه كده، وده بسبب اجسامهم اللي كانت بتتعرض للارهاق الشديد، وان ما ينفعش اول مهمه ليهم تكون بالمنظر ده. لكن الرقيب كان شايف ان الجنود لو خلصوا على كل الوحوش فدي نقطه لصالحهم، وان الفرقه دي اقوى فرقه جت في التاريخ. بنروح بعد كده لإتشيكاوا واوهارو وكانوا تعبانين جدا، لكنهم كانوا مصرين يقدموا احسن حاجه عندهم، وفضلوا يدوروا على الوحوش في كل مكان لحد لما لقوا شخص لابس هدوم شركه مونستر لتنظيف بقايا الوحوش، وكان بيتكلم مع نفسه وبيقول ازاي اعضاء الوحوش اتدمرت وازاي الجنود عرفوا حاجه زي كده، وكان شاكك ان في واحد من الجنود يعرف معلومات كتيره عن الكايجو. وفجاه بنلاقيه بيسال الشباب هل يعرفوا حاجه عن الموضوع ده ولا لا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف باقي شباب شركه التنظيف وهم بيدوروا على كافكا وإتشيكاوا، وبنعرف ان فرقه الدفاع متصله بكل شركات تنظيف الوحوش وده عشان ينظفوا الكارثه اللي هتحصل. المهم بنلاقي مشرف الموظفين بيسال عن الشاب الجديد، فرد عليه واحد من الشباب وقال له اكيد حبس نفسه في الحمام تاني. وبنرجع بعد كده لإيهارو وإتشيكاوا وبيتفاجئوا بالموظف الجديد وهو بيشاور
بيشاور عليه بصباعه، وفجأة بيخرج منه حاجة شبه الرصاص وبتيجي جنب قلب ايهارو، ومن كتر ما الدم كان كتير ايهارو ما كانش عارف يعمل ايه، فطلب من اتشيكاوا يهدى ويستخدم بدلته عشان يعالج النزيف. ولما الشباب بيسالوه عن هويته وبيعمل ايه في البلد دي، رد الشاب وقال لهم انا الكايجو اللي شبه البشري، واللي هم مسميينه الكايجو 9، وده اللي كان السبب في دخول شينوميا المستشفى. المهم بيبلغ اتشيكاوا القاعده وبيطلب منهم يبعتوا دعم بسرعه، لكن كان في مشكله وانه ما كانش قادر يوصل للدعم. فقال لهم الكايجو 9 ان المنطقه اللي هم فيها منعزله تماما عن العالم الخارجي، وان محدش هيقدر يوصل لهم، وانهم يقولوا على نفسهم يا رحمن يا رحيم. وبدا يضرب عليهم لحد لما خلاهم هما الاثنين يقعوا وما كانوش قادرين يتحركوا. لكن اتشيكاوا ما استسلمش وافتكر كلام شينوميا لما كانت بتعرفهم اسرار الكايجو 9 وانهم يركزوا على صوابعه وقت القتال. وفعلا اتشيكاوا عمل كده واتفادى ضربه الكايجو وضربه بالرصاص في ايده، وطلب من ايهارو يسيبه ويروح يبلغ القاعده، لكن ايهارو رفض وكان عايز يقعد معاه. بس فجاه الكايجو هجم عليه وكانت الضربه متوجهه ناحيه قلبه، لكن اتشيكاوا انقذه وطلب منه يروح بسرعه. وفعلا ايهارو بيمشي والكايجو واتشيكاوا بيكونوا لوحدهم في المكان، واتشيكاوا بيبهرنا كلنا وفضل يضرب نار على الكايجو وكان بيحاول يخلص عليه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ايهارو وهو في طريقه للقاعده، بس لما بيفتكر منظر اتشيكاوا وهو بيهجم على الكايجو وانه انقذه وكان بيحميه طول الوقت بيتضايق من نفسه جدا. وبنرجع بعد كده لاتشيكاوا وبنلاقي الكايجو بيقول له انت شكلك تعرف عني حاجات كتير، وفجاه بنلاقيه طلع جناحات من كل حته وكان هيوجه الضربه الاخيره، لكن بيظهر ايهارو في اخر لحظه وبينقذه. ساعتها اتشيكاوا اتضايق وقال له انا مش قلت لك تروح تبلغ القاعده؟ فرد عليه ايهارو وقال له انا قدوتي مينا، ودي مستحيل تسيب حد يتعرض للخطر وتمشي، وده السبب اللي خلاني ارجع، ومستحيل اخليك تنقذني وما ردش الجميل. في اللحظه دي الكايجو قال لهم حلو قوي النهايه السعيده دي، وانه كده هيموت 2 بدل 1 بس. وطبعا الكلام ده ما فرقش مع الشباب وقاموا يهجموا عليه، حرفيا اتفادوا كل الضربات ووجهوا له الضربه الاخيره، بس حصل اللي كنا خايفين منه والكايجو حجمه زاد للضعف وبدا يوجه ضربات كتير على اتشيكاوا. وبنرجع بعد كده للرقيب وبتوصل له معلومات ان القاعده فقدت الاتصال بايهارو واتشيكاوا، ولما بطلنا بيسمع الكلام ده بيقلق جدا، وشينوميا لما بتشوفه قلقان بتساله هل الكايجو رقم 9 موجود معاهم؟ فرد كافكا قال لهم ايوه موجود. وبنرجع بعدها لاتشيكاوا وكان مش قادر يتحرك من مكانه وكان بيحاول يعالج نفسه باي طريقه، والكايجو 9 استغل ضعفه وكان هيخلص عليه، بس ايهارو ظهر في اخر لحظه وانقذه للمره الثانيه، لكن الكايجو 9 ما سكتش ووجه له ضربه خلته يبعد عن سلاحه، وكان بيقرب من اتشيكاوا وبيضربه ضربه ورا الثانيه وكان بيحاول يخلص عليه، لكن اتفاجئ بايهارو ماسك السلاح وكان على وشك انه يضربه، بس للاسف السلاح كان متدمر. وقتها الكايجو فرح جدا وكان هيخلص عليه هو كمان، لكن بيظهر بطلنا في اخر لحظه وبيضربه ضربه قويه جدا خلته يطير حرفيا. المهم بنلاقي بطلنا راح يطمن على اتشيكاوا وفرح جدا لما لقاه لسه عايش، ووعده انه هينقذه ومش هيسيبه ابدا وكان هيوديه المستشفى. بس في اللحظه دي الكايجو 9 بيظهر تاني وبطلنا طلب من اتشيكاوا انه يحاول يخلي بدلته تعالج جروحه لحد لما يخلص على الكايجو ويرجع له. وبعدها بنشوفه راح للكايجو وكان متعصب جدا، لكن الكايجو 9 فاجئنا واتحول وبقى نسخه اقوى بكتير من اللي قبلها. ساعتها اتشيكاوا طلب من كافكا انه يهرب بسرعه، لكن كافكا ما عملش كده والكايجو 9 هجم عليه، لكن بطلنا استخدم قوته وقدر يصد الهجوم وقرب منه وفضل يسدد له ضربات قويه جدا وما كانش مديله فرصه يتنفس، لدرجه انه اداله ضربه خلته يطير لاخر المدينه. ولما بطلنا راح له عشان يشوفه اتفاجئ بمجموعه من جنود فرقه الدفاع واقفين قدامه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف شينوميا وهي بتخلص على الوحوش، لكنها بتقلق جدا على كافكا وكانت خايفه يكون حد شافه، خصوصا انه بلغها انه بيحس بالكايجو الاقوياء، وفجاه بيكون اتحول وسابها ومشي. وبنرجع بعدها للحاضر والقاعده بتبلغ الجنود ان تم اكتشاف كايجو شبه بشري موجود في جنوب شارع القطاع ومواصفاته نفس مواصفات الكايجو رقم 8، وخبر زي كده خلى شينوميا تقلق جدا. وبنرجع بعد كده لبطلنا وبنكتشف ان الكايجو 9 لسه عايش وكان عاوز يهرب، لكن بطلنا ما سابوش وكان عاوز يمسكه، بس للاسف الجنود ضربوا نار عليه والكايجو 9 استغل الموقف وقال له انه هيرجع له تاني وفجاه بيختفي. وقتها بطلنا ما كانش عارف يعمل ايه، لكنه ضرب الارض بقوه واستغل تشتت الجنود وهرب. اما بالنسبه لايهارو واتشيكاوا فالجنود وصلوا لهم ونقلوهم على المستشفى. فبنرجع بعد كده لكافكا وكان بيتمشى في الممر وبيحاول يهرب من الجنود، لكنه بيتصدم لما رقيبه شينيا بيقول له الحمد لله على السلامه، ده انا كنت بدور عليك من زمان. وبيكون بلغ القاعده بانه قبض على الكايجو 8، وخبر زي ده زعل شينوميا واتشيكاوا جدا. المهم بنلاقي الرقيب بيقرب من كافكا وفجاه بنلاقيه طلع السيف بتاعه وكان بيحاول يخلص عليه، لكن بطلنا تفادى كل ضرباته وكان متاكد ان الرقيب عنده خبره كبيره جدا في استخدام السيوف وقوته القتاليه بتكون وصلت ل 92%. وقتها كافكا كان بيقول في سره انا مش هقدر استخدم ضرباتي واوجهها على الرقيب، وكان بيفكر يهرب، بس فجاه الرقيب هجم عليه وضربه بالسيف بتاعه. ومش بس كده، ده فضل يضرب فيه كمان وكمان، وبطلنا كان بيحاول يتفادى الضربات، لكن للاسف الرقيب قدر يوصل للنواه بتاعته وكان عاوز يخلص عليه وينهي حياته، لكن كافكا ما اداهوش الفرصه وكان بيعالج نفسه اول باول. وبالله الرقيب بيقول له ده انت غريب قوي، انت مش انسان وفي نفس الوقت مش كايجو، وكان عاوز يعرف هيئه الكائن ده ايه، لكن وقتها كافكا قال له مع السلامه وهرب منه، لكن الرقيب ما سابهوش وفضل يجري وراه وكان بيحاول يخلص عليه. وكافكا ما كانش بيعمل حاجه غير انه بيصد الضربات بس، والرقيب كان شايف ان مستحيل قوته تكون اقل من 8 وان ده مستحيل يكون كايجو عادي وان اسمه الحقيقي داي كايجو.
كايجو، فعشان كده بنلاقي الرقيب بياخد نفس عميق، ومره واحده بيستخدم تقنيه القواطع الخفيه وبيكون قطع له رجله خلاص، وكان خلاص هينهي حياته. لكن كافكا لحق نفسه في اخر لحظه وبيكون صد الضربه بايده، بس فجاه الرقيب استخدم ايده الثانيه وبيكون ضرب بطلنا بالسيف بتاعه، بس عشان بطلنا مرزق ما حصلوش اي حاجه، والضربه كانت بعيده عن النواه، بس عشان بطلنا بعيد عنه بنلاقيه ضربه ضربه قويه جدا خلت الرقيب يبعد. ولما الرقيب بدا يفوق من اثار الضربه اكتشف ان كافكا ساب المكان وهرب، وكان ندمان جدا انه سابه وبلغ القاعده باللي حصل. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف شينوميا وهي قلقانه جدا على كافكا وكانت بتفكر فيه وهو بينقذها، بس في اللحظه دي لقيته قدامها، واول لما شافته فرحت جدا، لكن للاسف بطلنا كان تعبان وطلب منها تسيبه، وده لانه عاوز يروح ويطمن على اتشيكاوا وايهارو. بس شينوميا عرفته ان الحكومه جت وودتهم المستشفى وانهم هيكونوا كويسين، وانه المفروض يكون قلقان على نفسه اكتر منهم، وده لان الضباط شافوه هو كايجو وانهم ممكن يقبضوا عليه بسهوله، وده بسبب الادله اللي سابها وراه. بنروح بعد كده للرقيب، واول لما النقيبه مينا شافته سالته عن الكايجو رقم 8، فقال لها ده مستحيل يكون كايجو وانه داي كايجو قوي، بس الغريب بقى انه مش بيقاتل الناس بشكل عشوائي، وكان بيقول في سر وقتها ليه هاجم سلاحي بدل ما يهاجمني انا، وان طريقته وحركته ورد فعله غريب وبيقاتل كانسان اكتر ما بيقاتل ككايجو. المهم النقيبه اصدرت امر وطلبت من الجنود انهم لازم يخلصوا على الكايجو ده، وطبعا مش محتاج اقول لك انهم بينفذوا كلامها فورا. بس في اللحظه دي بنلاقي روي بيبعت معلومات للقاعده وبيعرفهم ان الكايجو اللي هجم على اتشيكاوا وايهارو هو في الحقيقه انسان، وانهم شافوه وهو بيهرب، وفعلا كلامه طلع صح. وبنشوفه تاكا صاحب جسم الكايجو رقم 9 وهو بيتمشى في منطقه فاضيه، لكن بيقابله شخص بعربيته وبيطلب منه يمشي على جنب وما يمشيش في نص الطريق كده، والغريب بقى انه تاكا ما ردش عليه، وبنلاقيه قرب منه جدا وحرفيا بيكون اكله وبيكون سيطر على جسمه، وكان بيفكر في طريقه تخليه يخلص على الكايجو رقم 8. بنروح بعد كده لاتشيكاوا، واول لما فاق وشاف كافكا جنبه شكروا على انقاذه ليهم. ساعتها ايهارو اتدخل وقال له انت بتشكره ليه، وان الكايجو رقم 8 هو اللي انقذنا مش العجوز. فشينوميا لحقت الموقف ووضحت سوء التفاهم، وان كافكا هو اللي عرف الاماكن اللي الوحوش بيتكاثروا منها وانه ساعدهم بشكل كبير. وقتها ايهارو بيكون اقتنع وبنلاقيه بيقول بس بجد الكايجو ده كان قوي جدا، ده طير دماغ الكايجو 9 بضربه واحده. وقتها كافكا كان فرحان جدا، وحاجه زي كده خلت ايهارو يقلق منه. بتعدي الايام واتشيكاوا وايهارو بيكونوا خرجوا من المستشفى، والقاعده بتكون عملت لهم احتفال صغير بخصوص نجاح المهمه الاولى، وهو بيكون في طباخين بيوزعوا افخم الاطباق. لكن حاجه زي كده ضايقت هارويتشي جدا، وده بسبب انه اللي عمل الحفله دي وكان طالب الاصناف الرخيصه. ساعتها بطلنا كان مستغرب الولد ده، ولما سال عنه شينوميا قالت له ده ابن اكبر عيله بتصنع الاسلحه المضاده للكايجو وان ثروته كبيره جدا. المهم بيوصل الرقيب هوشينا والكل بيحتفل مع بعض، ومن الواضح كده ان الكل كان مبسوط. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف هارويتشي وهو بيتكلم مع الطباخ وبنلاقيه بيساله عن اخبار والده، بس الغريب ان كاجوراجي عدى من جنبهم من غير ما يسالوا عن حاجه، وحاجه زي كده خلتهم يستغربوا جدا. وبنرجع بعد كده للشباب وبنلاقي الرقيب بيشكر بطلنا على كل اللي عمله علشانهم، وان لولا ما كانش زمان المهمه دي خلصت، فعشان كده القاعده قررت ترقيه لظابط اساسي بدل ظابط طالب. وطبعا كافكا كان مبسوط جدا بالترقيه دي. وتاني يوم الصبح بنشوف بطلنا وهو واقف قدام النقيبه مينا وبتعرفه انه من النهارده مش هيكون ظابط تلميذ وانه ظابط اساسي دلوقتي، وبطلنا بيكون وعدها انه هيبذل كل جهده عشان يفيد فرقه الدفاع. واول لما كان ماشي بنلاقي النقيبه بتقول له خلي بالك انت قدامك كتير عشان تقاتل وتكون واقف جنبي، ففرح بطلنا جدا وقال لها استني والايام هتثبت صحه كلامي. فمينا بتقول له اتكلم باسلوب افضل من كده بدل ما خليك تعمل 50 عد ضغط، وطلبت منه يروح المقر وياخد الورق بتاعه من الرقيب هوشينا. وتاني يوم بالليل بنشوف بطلنا وهو بيذاكر كالعاده، لكن فجاه بنلاقيه خرج من المكتبه وراح اوضه التدريب. والغريب بقى ان الرقيب هوشينا كان بيتمرن، وبصراحه منظره كان جامد جدا، وكان التدريب عباره عن انه بيتخيل الكايجو رقم 8 قدامه وكان بيحاول يخلص عليه، وحاجه زي كده خلت كافكا يقلق شويه. ولما الرقيب اخد باله منه طلب منه يروح ينام، ووعده انه مش هيسيب الكايجو 8 ولازم يقسمه لنصين، وانه لو كان هاجمه بكل قوته من الاول كان زمانه خلص عليه. وطبعا كافكا كان مرعوب من جواه من اللي بيسمعه، وكان شايف ان الرقيب هوشينا قوي جدا، فعشان كده وعده انه هيفيد فرقه الدفاع في المستقبل وهيقدم لهم مميزات كتير. فرد النقيب وقال له ما اظنش ان واحد قوته القتاليه 1% يقدر يعمل كده، لكنه راهن عليه بنسبه 1%، وانه شاكك انه ممكن يفيدهم في المستقبل. بس في اللحظه دي بنلاقي وحش من الكايجو داخل المدينه وكان معاه مجموعه كبيره جدا من الوحوش. وبعد شويه بنشوف الرقيب هوشينا وهو بيعمل بحث عن الكايجو 8 وكان بيحلل كل اللي بيحصل وقت القتال، وان هو والكايجو 9 يعتبروا نفس الحاجه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بطلنا وهو بيفكر في مستقبله وبيقرر انه ياخد خطوه لقدام ويحاول يطور من مستواه، بس قبل ما يبدا في تنفيذ الخطه قرر انه يروح ينام. لكن فجاه بيلاقي حاجه شبه النيازك نازله من السماء وحرفيا بتكون دمرت المدينه، وكل الجنود بيصحوا من صوت الانفجار. ولما الرقيب سال عن اللي بيحصل الموظفه بلغته ان في الاف من الكايجو هجموا على المدينه وان متوسط قوتهم 6 من 10، وده رقم كبير نوعا ما. فعشان كده بنلاقي الرقيب طلب من كل الجنود انهم يركزوا ويسمعوا اوامره وينفذوها بالحرف، وطلب من الجنود المبتدئين انهم ينزلوا لساحه المعركه، وده لانهم محتاجين كل الجنود هناك. بنرجع بعد كده لكافكا وكان بيحاول يحلل اللي بيحصل وبيكون عارف ان في حاجه مشتركه بين كل الانواع الموجودين وانهم مجموعه كبيره مع بعض، وده معناه ان في وحش هو اللي مسيطر عليهم.
عليهم وانهم مش قادرين يعارضوه وبينفذوا اوامره، فعشان كده المطلوب منهم يحاولوا يخلصوا على الزعيم بتاعهم. وفعلا الرقيب بيكون شاف الزعيم، واول لما الزعيم شافه قال له انت اقوى واحد في الجنود دي، فرد هوشينا قال له ايوه، فرد الزعيم وقال له طب اجهز عشان هقتلك دلوقتي، وده عشان انت فارست النهارده. ولما الموظفه حللت قوه الزعيم عرفت ان قوته 8.3، وده معناه انه من فئه الداي كايجو، فعشان كده بنلاقي هوشينا بيطلب من كافكا انه يحاول يخلص على الوحوش الصغيره ويدي الاولويه في انهم يكونوا موجودين في القاعده بعيد عن المدنيين، وانه يسيب له الزعيم. بس فجاه بنلاقي الزعيم هجم عليه، لكن هوشينا قدر يتفادى الضربه، بس للاسف الزعيم كان وراه، لكن هوشينا تفاداه للمره الثانيه، وبنتفاجئ بعدها بالزعيم وهو بيصيح وبيوصل اوامره للوحوش الصغيره، ومره واحده بنلاقيه هجم على هوشينا للمره الثالثه، وفضلوا هما الاثنين يدبوا في بعض. اما الناحيه الثانيه فالجنود كانوا بيحاولوا يحلوا المشكله اللي هم فيها، وكافكا طلب منهم يحاولوا يهاجموا الوحوش من الظهر، وده لان النواه بتكون موجوده ورا في نوعيه الوحوش دي، وان جلدها من ورا بيكون ضعيف شويه. وفعلا الجنود سمعوا كلامه، وكاجوراجو وايزومو مشوا على تعليماته، وكانوا خلاص هيخلصوا على واحد منهم، بس للاسف ظهر كايجو تاني وكان هيخلص عليهم، وبيكونوا ادركوا ان الوحوش دي بتساعد بعض وانهم مش مديين فرصه لاي حد يخلص عليهم. بس الكلام ده ما فرقش مع شينوميا، وبنلاقيها بتجري بكل سرعتها وخلصت على واحد منهم بضربه واحده، وده بسبب السلاح الجديد اللي اخدته من القاعده، وحرفيا ما كانش في وحش قادر يقف قصادها. وبنعرف ان السلاح ده مصنوع بشكل اساسي من وحش اسمه الاونيور، وده اللي القاعده خلصت عليه من سنتين، واخدوا منه كل حاجه قويه وعملوا منها سلاح، وانها تقدر تسحب الزناد اللي موجود فيه وتستخدم القوه المخزنه جواه. بس فجاه بنلاقي وحش طاير في الجو كان هيخلص عليها، بس ايتشيكاوا ظهر في اخر لحظه وانقذها، وطلب منها تاخد بالها لان الوحوش دي بتهاجم من السماء عادي جدا. والغريب بقى ان شينوميا وايتشيكاوا كانوا مندمجين مع بعض، وكانوا فاهمين بعض لدرجه ان شينوميا طلبت منه يجي معاها عشان يساعدها، وبلغت الشباب انهم يحاولوا يدوروا على اي ثغرات تقدر تفيدهم في مهمه صعبه زي دي، والشباب بيكونوا فهموا قصدها وبيقرروا يستغلوا فرصه ان شينوميا بتشتت انتباه الوحوش وهم يخلصوا عليهم من ظهرهم. وبنرجع بعد كده لهوشينا وكان مطمن على الفريق بتاعه وان شينوميا عامله اللي عليها وزياده، بس في اللحظه دي بنلاقي الزعيم هجم عليه وكان قوي جدا لدرجه ان هوشينا كان بيدافع بس ما كانش مديه فرصه يهجم، لكنه كان قاصد يعمل كده، وبيكون بكده استدرج الزعيم وراحوا المكان هما الاثنين بس اللي موجودين فيه. بس فجاه بنلاقي الزعيم اختفى تماما، لكن مره واحده بنلاقيه ظهر وراه وكان بيقول له انا مش قادر استنى لحظه اكلك عشان ابقى اقوى، وفجاه بنلاقيه هجم عليه وضربه ضربه قويه جدا خلته يختفي حرفيا، والزعيم كان دراعه اتقطع. والموظفه اوكونوجي كانت فاكره ان الرقيب مات، لكن مش ده اللي حصل، وهوشينا بيكون طمنها وعرفها انه هيخلص عليه وانه مش خايف منه ولا من اتباعه، وده لانه عنده فريق قوي جدا يعتمد عليه. وبنلاقيه استخدم قوته القتاليه وبتكون وصلت ل 92%، وحرفيا شكله كان قوي جدا. وبنروح بعد كده للجنديه اكاري، وواحد من الوحوش كان هيخلص عليها بس بطلنا ما سابهاش واستخدم قوه الكايجو 8، وبيكون لحقها في اخر لحظه، واكاري كانت شايفه ان ده مفعول البدله بتاعته مش اكتر. بس في اللحظه دي الوحش استغل انشغالهم وكان هيخلص عليهم، لكن شينوميا ظهرت في اخر لحظه وخلصت عليه وطلبت منهم يحاولوا يخرجوا المصابين من هنا. وايتشيكاوا طلب منه ما يخاطرش ويتحول للكايجو، وده لانه بقى ضابط اساسي وان حلمه بدا يتحقق. وفعلا بطلنا اقتنع بكلامه وكان مبهور جدا بادائهم هما الاثنين. وقتها بنلاقي الموظفه بتبلغ جنود الدفاع ان الفرقه القديمه وصلت وانهم هيساعدوهم، وان رماة المدافع وصلوا هم كمان، وانهم بداوا يصدوا هجمات الكايجو ويخلصوا عليهم من غير مساعده النقيبه مينا. وبنرجع بعد كده لهوشينا واللي بيوعد الزعيم انه هيخلص عليه ويكسب المعركه دي، وفجاه هما الاثنين هجموا على بعض، وهوشينا كان بيقطع جسم الزعيم حرفيا لدرجه انه وصله انه خلاه من غير دراعات وجسمه من النص بيكون اتقطع، لكن الزعيم طلع بيضحك عليه واجزاؤه بتكون رجعت من تاني، بالعكس ده بقى اقوى من الاول. لكن مع كل ذلك هوشينا كان مسيطر على القتال وفضل يقطع في جسمه للمره الثانيه لدرجه ان نواته ظهرت واللي كانت صغيره جدا. واخيرا بعد قتال طويل هوشينا بيكون فصل جسم الزعيم تماما، والكل كان فرحان لان الزعيم خلاص مات، بس بيحصل اللي خفنا منه. وكافكا بيكون حس باحساس غريب وبيكون رصد كايجو قوي جدا، وفعلا احساسه طلع صح، والزعيم بيكون وصل لمرحله غريبه جدا وحجمه بيكون اتضاعف بشكل مرعب، حرفيا وصل للسماء، وبنلاقيه طلع بخار درجه حرارته عاليه جدا. والموظفه بلغت القاعده ان قوته بتزيد مع الحراره وانهم لازم يلاقوا حل للمشكله دي، وان قوته القتاليه بتكون وصلت ل10، وده رقم كبير جدا. والكل كان شايف ان الرقيب مش هيقدر يتعامل مع الزعيم لوحده، لكن كان بيحاول معاه بكل الطرق، لكن للاسف ما كانش فيه اي تقدم. بس الرقيب ما يئسش وفضل يحاول مره واتنين لحد لما النظام بلغه ان حراره جسمه عليت جدا، والموظفه طلبت منه يحاول يهرب لانه قدامه دقيقه واحده بس ومش هيقدر يتحرك من مكانه. لكن للاسف هوشينا ما سمعش كلامها وفضل يعافر مع الزعيم، وبنلاقيه طلع برج من الابراج وكان عاوز يضرب الوحش في عينه، لكنه اتصدم صدمه عمره واكتشف ان الوحش عنده عيون كتيره جدا وكمان قدر يشوفه، وبيكون ضربه ضربه حرفيا خلته يلزق في الحيطه وما كانش قادر يتحرك من مكانه، والكل كان فاكر انه ودع الحياه. بس بعدها بنرجع بالزمن لورا وبنشوفه هو بيتكلم مع والده، وبنكتشف ان والده كان رافض فكره انضمامه لفرقه الدفاع وانه شايف حاجه هو مش شايفها. وبنرجع بعد كده للحاضر والموظفه اوكونوجي كانت قلقانه جدا عليه وكانت بتنادي عليه، فصدمها هوشينا وقال لها ما تقلقيش انا لسه عايش، وانه رفع تروسه لاعلى درجه وقدر يصد ضربه الزعيم.
الزعيم، وبنلاقيه قام تاني وبدا يتحرك ناحيه الزعيم، لكن بنلاحظ انه كان تعبان جدا وما كانش قادر يمشي. وقتها الزعيم بيكون عرف مكانه، وساعتها هوشينا قال له انا ما قداميش حل تاني غير ان اكمل قتال. فالزعيم اتريق عليه وقال له تكمل قتال ازاي وانت ميت كده، وفجاه ضربه ضربه قويه جدا، لكن هوشينا ابهره وبنلاقيه طار في الجو وقدر يعور الزعيم في وشه، وكان بيحاول يهرب منه، بس للاسف الزعيم خلى وحش من وحوشه يهجم على هوشينا. ووقتها هوشينا بدا يفكر في الكلام اللي اتقال له زمان، وان الكل كان شايفه ضعيف في استخدام الاسلحه الحديثه، وانه مش هيقدر يتعامل مع الوحوش الجداد، وانهم اقوياء جدا ومحدش بيقدر عليهم. وكلام زي ده خلى هوشينا يتضايق جدا، وكمان كان بيقول في سره يا ريتني ما دخلت فرقه الدفاع. بس لما بيفتكر اول مره قابل فيها النقيبه مينا، وقتها كانت بتقول له انا محتاجه مساعدتك وانك هتساعدني جدا في الفريق بتاعي، الروح بدات ترجع له من تاني، وبنلاقيه هجم على الزعيم وبدا يقطع اجزائه، وحرفيا كان سريع جدا. بس للاسف الزعيم قدر يمسكه وبيكون سيطر عليه وكان بيفكر ياكله. وقتها كافكا كان شايف كل اللي بيحصل، وبنلاقيه جري بكل سرعته وكان عاوز ينقذ الرقيب هوشينا، وحركه زي دي خلت الكل يعرف السر بتاعه وان هو الكايجو 8. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الرقيب هوشينا وهو بيضحك في وش الزعيم، وبنلاقيه بيقول له انا كده كسبت القتال. ومره واحده بنلاقي انفجار كبير حصل في ايد الزعيم، وبنعرف ان دي خطه الرقيب كان ماشي عليها، وبنتفاجئ ان النقيبه مينا هي اللي ضربت القذيفه على الزعيم. وقتها الزعيم اتضايق جدا وكان عاوز يهجم عليها، لكن النقيبه كانت اسرع منه وضربت القذيفه الثانيه، بس للاسف الزعيم ما سكتش وكان بيحاول يمسكها. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف اوكونوجي وهي بتبلغ الجنود ان مكان نواه الزعيم موجود في فقرات ظهره، وانهم يحاولوا يوجهوا كل ضرباتهم في المكان ده. وفعلا الكل بدا يتحرك، والرقيب هوشينا كان بيحاول يخلص عليه، لدرجه ان اوكونوجي لاحظت ان بدلته ما عادتش مستحملاه، وانه بدا يدخل في مرحله الخطر وما كانش قادر يتحرك. بس بتظهر شينوميا وبنلاقيها ضربت الزعيم بسلاحها الجديد، لكن للاسف ما حصلش اي حاجه، وسلاحها كان ضعيف جدا قدام جلده. ساعتها بنلاقي هوشينا بيطلب منها تيجي معاه وانه هيقطع الصدفه بتاعته وهي تكمل الباقي. وفعلا شينوميا سمعت كلامه والخطه بتكون نجحت، بس للاسف شينوميا تعرضت لضربه منه، والضربه دي خلتها تتعب جدا وحراره البدله بتاعتها بقت عاليه جدا. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف النقيبه وهي واقفه بعيد، وبنلاقيها وجهت القذيفه الثالثه على الزعيم. واخيرا النواه بتكون ظهرت، واوكونوجي بلغتهم ان الزعيم فاضل له قذيفه واحده بس وهيكون انتهى. وبصراحه الجنود كانوا عاملين اللي عليهم وزياده، وكانوا بيحاولوا يشتتوا انتباه الزعيم باي طريقه، بس للاسف هوشينا كان متضايق جدا من الزعيم وكان عاوز يسيب بصمته الاخيره، لكن للاسف الزعيم كان هياكله. لكن النقيبه مينا اتدخلت في اخر لحظه، وبنلاقيها استخدمت كل قوتها وضربت قذيفتها الاخيره، واخيرا الزعيم بيكون انتهى. والكل كان فرحان، حتى كافكا كان مصدوم من اللي هو شافه، وان النقيبه ابهرته جدا بمستواها العالي، وان امنيته الوحيده دلوقتي انه يقاتل جنبها في يوم من الايام. بس في اللحظه دي بنلاحظ نمر النقيبه بيحس باحساس غريب، والكل بيتصدم صدمه عمره، وبيلاقوا اليوجو طاير في السماء، وان في انفجار هيحصل دلوقتي هيدمر المدينه كلها. وللاسف تسرع الجنود خلى اليوجو يتضايق جدا، والزعيم قبل ما يختفي بلغهم انه هيخلص عليهم وانه كده هو اللي كسب المعركه دي. بس فجاه بنلاقي كافكا ساب الموقع وجري بكل سرعته، وطبعا هوشينا ما سابوش وفضل يجري وراه وكان مصدوم جدا من سرعته، وبيحصل اللي كانوا متوقعينه. وبنلاقي كافكا اتحول للكايجو وبيكون كشف هويته للكل، وهوشينا بيكون اتاكد من اللي كان حاسس بيه وان مستحيل البني ادم ده يكون طبيعي. المهم بنلاقي بطلنا استخدم قوته بشكل كامل، وبتظهر في رجليه قذائف خلته يطير في الجو، وبنلاقيه مسك اليوجو وكان بيحاول يبعدها عن الكوكب بتاعهم، وفعلا بيكون قدر يعمل كده، ومن قوه الانفجار حرفيا كوكب الارض اتاثر بالانفجار ده. لكن بطلنا استخدم قوته وقدر يحمي جنود فرقه الدفاع، بس للاسف الجنود ما شكروهوش على اللي عمله وقرروا انهم يقبضوا عليه في النهايه. والناحيه الثانيه بنشوف الجنود وهم بيحللوا اللي حصل، وكانوا شايفين انهم يخلصوا على الكايجو 8 ويحولوه لسلاح، بس المدير العام ما كانش شايف كده وقال لهم نقبض عليه ونشوف الموضوع ده بعدين. وبنرجع بعد كده لكافكا وبنشوفه وهو متكتف في القاعده، والعلماء كانوا شايفين ان حالته مستقره وما فيش اي اشارات شر خارجه منه. وقتها بطلنا كان زعلان جدا وكان قلقان بسبب الكلام اللي سمعه من شينوميا ده، غير انه كان بيلوم نفسه لانه كان فاضل له خطوات بسيطه ويكون جنب مينا، وكان شاكك انها زعلانه منه. بس في اللحظه دي بنلاقي مينا دخلت عليه وبلغته انه هيتنقل للمقر الرئيسي وانهم عاوزينه هناك. ساعتها بطلنا اعتذر لهم عن اللي حصل، لكن ما حدش رد عليه، وبيكونوا اخدوه معاهم وكانوا خلاص هيركبوه العربيه. ساعتها بطلنا ما كانش قادر يبص في عين زمايله، بس فجاه بنلاقي تشيكاوا خرج عن صمته وقال له انا واثق انك هترجع، بس للاسف بطلنا ما كانش قادر يرد عليه، والباب بيكون اتقفل. والغريب بقى انه كان مع مينا وكانوا هما الاثنين لوحدهم، وبنلاقي مينا بتقول له انا اتصدمت لما شفتك وانت كايجو، لكن افتكرت وعدك ليا زمان وعشان كده انا قررت اساعدك، وهجمع كل الشهادات والفيديوهات المتسجله اللي هتساعدك، وانهم لو قدروا يثبتوا انك انسان بجد فبكده هتكون بخير ومش هيحصل لك اي حاجه، وان مفيش ولا واحد من الفرقه الثالثه بيعتبرك عدو ليه. وعرفته انهم رايحين دلوقتي للمقر البحري، وده عشان مفيش مواطنين هناك، وكانت عاوزه تعرفه شويه معلومات تانية، بس بطلنا قطعها وقال لها هو انا كده ممكن احاول مره تانية عشان اكون جنبك، وكان منهار من العياط. فردت مينا عليه وقالت له اكيد تقدر وانا هكون مستنياك. ساعتها بطلنا ما كانش قادر يستحمل وكان منهار على الاخر. وعلى الناحيه الثانيه الشباب اول لما العربيه اتحركت بنلاقيهم عملوا التحيه، ولما نائب مدير قوه الدفاع سالهم بتعملوا ايه رد الرقيب هوشينا وقال له انا
بحيي النقيبه بتاعتي. وبنروح بعد كده للقاعده البحريه، وهناك بطلنا كان متكتف، ومن كتر ما الشباب كانوا بيحبوه كان الكل زعلان عليه، لكن اتشيكاوا كان واثق انه هيخرج من المشكله دي وهيرجع لهم تاني. وعلى الناحيه التانيه بنشوف النقيبه مينا استدعت الموظفه اوكونوجي وطلبت منها تجيب لها شويه معلومات بسرعه، وطبعا مش محتاج اقول لك ان الموظفه وافقت فورا. وعلى الجانب التاني بنشوف الرقيب وشينا وهو في موقع الحرب، والجندي ريو بلغوا انهم جمعوا كل المركبات اللي اتدمرت، وفجاه بيغير الموضوع وبيسال الرقيب عن اللي هيحصل لكافكا. فالرقيب قال له انا ما اعرفش، وانا هكون محتاجه في المستقبل، وده لانه لما حاربني ما استخدمش قوته كلها، وان ما ينفعش حد يعطف عليه، وان المره اللي جايه هيقاتله بجد وهيخلص عليه. بنروح بعد كده لشينوميا، وبنلاقيها واقفه قدام مكتب ابوها المدير ايساو، وبنلاقيها اخذت نفس عميق ودخلت وطلبت منه يفكر شويه في موضوع كافكا، وانه انقذها قبل كده، وانه مستحيل يكون كايجو حقيقي. فرد عليها ابوها وقال لها انت مستحيل تكوني ذكيه، وان مفيش كايجو طيب. وبنلاقيه اداها ظرف صغير وطلب منها تشوفه، ولما شينوميا فتحت الظرف بتكون لقت نواه موجوده في القفص الصدري، وبنعرف ان كافكا مش انسان، وانه بقى كايجو رسمي، وان دول السبب في موت امها. وقتها شينوميا اتاثرت جدا وكانت خارجه من المكتب، بس بنلاقيها وقفت تاني وقالت لابوها مهما حصل انا لسه واثقه فيه، وانه بني ادم طيب ومش كايجو. وبنرجع بعد كده لكافكا، وبنلاقيه زعلان جدا وكان عاوز يرجع لزمايله باي طريقه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف النقيبه مينا مستدعيه اقوى الجنود في الفرقه الثالثه، وطلبت منهم يدربوا اقوى الشباب اللي في الفرقه الثانيه ويحاولوا يخلوا مستواهم يتحسن، لكن الشباب اعترضوا وبيكونوا عرفوا غرض الموضوع ده وانهم عاوزين يبعدوهم عن صاحبهم، فعشان كده كانوا رافضين ينفذوا الاوامر. لكن اتشيكاوا كان عكسهم وطلب منهم ينفذوا الاوامر، وفعلا الشباب بيسمعوا كلامه وكل اتنين راحوا لموقع معين. وبنلاقي اوي بيتكلم في التليفون وكان بيحاول يخلي مديره في الجيش يشوف حل يساعد كافكا، وده لانه ساعدهم كتير وانقذهم كلهم يعتبر. بنرجع بعد كده لكافكا وكان بيحاول يشوف حل يخرجه من المشكله اللي هو فيها، بس لما بيفتكر كلام مينا وهي بتقول له احنا لو اثبتنا انك انسان تقدر تخرج من هنا، قرر انه يثبت للكل انه انسان فعلا. بس في اللحظه دي بنلاقي المدير ايساو دخل، وبطلنا فضل يقول له انا انسان ومش كايجو، بس المدير ما اهتمش بكلامه وطلب من العلماء يفكوه. ساعتها العلماء استغربوا جدا وكانوا مش عاوزين يفكوا كافكا. ساعتها المدير اتعصب جدا عليهم وقال لهم انه لو حرك ايده بس هيكسر القفل اللي ماسكه، وفعلا العلماء نفذوا الاوامر. وبطلنا كان فاكر انه بقى حر كده، بس فجاه بيلاقي المدير ضربه بالسلاح، لكن كافكا قدر يصد الرصاص بجسم الكايجو وكان مستغرب المدير عمل كده ليه. بس فجاه بيلاقي المدير ضربه في بطنه واخد منه عينه دم وقال له طالما قدرت تصد الرصاص بجلدك فانت مش انسان. فبطلنا قال له لا انا انسان ومش الكايجو اللي انتوا بتقولوا عليه. فرد المدير ببرود وطلب من رجالته يجيبوا الشنطه بتاعته اللي كان فيها سلاح قوي جدا مصنوع من الكايجو رقم 2، واللي حرفيا بيكون حوله 180 درجه. وفجاه بنلاقيه هجم عليه وفضل يضرب فيه كتير جدا، والغريب بقى ان كافكا كان بيحاول يهرب منه وما كانش عاوز يأذيه ابدا. ساعتها نائب المدير قرر يعرف شينوميا قصه السلاح اللي مع ابوها، وان سنه 1972 ظهر الكايجو رقم 2 وكان بيدمر المدينه، لكن القوات خلصوا عليه وصنعوا منه السلاح اللي مع والدها واللي كان قوي جدا لدرجه انه قطع جسم بطلنا وكان خلاص هيخلص عليه. بس فجاه بطلنا بيكون اتحول للكايجو وصد الضربه الاخيره، ومره واحده بنلاقيه صرخ بصوت عالي وخلى اجهزه العلماء تتاثر، وبنعرف ان بطلنا بدا يفقد السيطره على نفسه وان الكايجو الحقيقي اللي جواه بدا يتملك منه. وفجاه بنلاقيه هجم على المدير. والناحيه التانيه بنشوف اتشيكاوا وايهارو بيتمرنوا، وايهارو كان شايف ان اتشيكاوا بيتمرن زياده عن اللزوم، ولما ساله عن السبب اتشيكاوا رد عليه وقال له انا عاوز اكون اقوى من الاول عشان كافكا لما يخرج اقدر احميه بدل ما هو كان بيحميني زمان. وكلام زي ده خلى ايهارو يتحمس هو كمان، وبنلاقيه زود شده تمرينه. بس في اللحظه دي بنلاقي باقي الشباب دخلوا عليهم وقالوا لهم احنا مش قادرين نركز زي الاول، وان تفكيرهم في كافكا مأثر عليهم، وعشان كده بعتوا رساله لمدير فرقه الدفاع يمكن يرجع في قراره. ده غير ان النقيبه مينا استدعوها في المقر الرئيسي واكيد في اخبار كويسه يسمعوها. وقتها بنلاقي النقيبه موجوده في المقر الرئيسي، ونائب الدفاع طلب منها تستنى المدير لحد لما يجي. وبنرجع لكافكا وكان متعصب جدا وحرفيا قوته بتكون زادت اضعاف اللي كان عليه، والمدير ما كانش بيعمل حاجه غير انه بيصد الضربات بس. وفجاه بنلاقيه ضرب كافكا ضربه قويه جدا والكل كان فاكر انه مات، لكن مش ده اللي حصل. بنلاقي كافكا ظهر من ورا المدير وهجم عليه مره ثانيه، وكانوا في قتال شرس جدا. وشينوميا ما كانتش مصدقه اللي هي شايفاه، فنائب المدير عرفها ان ابوها مش عاوز يخلص عليه وانه بيحاول يستفزه بس عشان يتاكد هل هو كايجو كامل ولا بني ادم في هيئه كايجو. والكلام ده خلى شينوميا تتفائل شويه، وده لان ابوها قرر يديه فرصه تانية. بس للاسف الكايجو بيكون سيطر على كافكا وحجمه بيكون زاد للضعف، وكان بيحاول يخلص على المدير باي طريقه، لكن المدير كان بيصد كل الضربات. بس للاسف الكايجو كان قوي جدا وبيكون ضربه ضربه قويه جدا خلته يلزق في الحيطه، ومش بس كده ده قدر يكتفه وفضل يضرب فيه وكان خلاص هيموته. بس لما كافكا شاف شينوميا قلقانه على ابوها قرر انه يعافر مع الكايجو وانه مستحيل يخلص على ابو بنته قدام عينيها. وفي اللحظه دي بنلاقي شينوميا خرجت عن صمتها وكانت بتقول له اوعى
تستسلم للكايجو يا كافكا، وانك اقوى منه مليون مره. وطبعا كلام زي ده خلى كافكا يتحمس جدا، وكان بيهرب من الكايجو، بس للاسف الكايجو ما سابهوش وبيكون اكله. وقتها الكايجو كان هيخلص على المدير، والمدير بيكون اتاكد ان الكائن اللي قدامه ده كايجو كامل ومستحيل يكون انسان ابدا، وان محاولته للنجاه فشلت. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف بطلنا وهو فاقد الامل في الحياه، وكان مستسلم بشكل كامل، بس فجاه بيلاقي مينا قدامه وافتكر كلامها وهي بتقول له انا دايما هكون مستنياك، فعشان كده بيفكر من تاني، وروحه بتكون ردت وكانت اقوى من اراده الكايجو، وبيكون قدر ينتصر عليه وبيرجع بعدها لطبيعته. بس فجاه بنلاقي نارومي ماسك سلاح وكان هيخلص عليه، بس المدير طلب منه يهدى وما يقتلوش، وطلب من التعزيزات ياخدوا بطلنا ويودوه المستشفى. وبعد شويه بنشوف المدير ورجالته في المقر الرئيسي، وكانوا بيتكلموا مع النقيبه مينا عن كافكا، وقالوا لها من التقرير اللي انت عاملاه باين انك كنت تعرفيها قبل كده، وكانوا شاكين انها بتساعده عشان المعرفه القديمه مش شغلها كجندي في فريق الدفاع. فقالت لهم النقيبه ما حصلش الكلام ده، وان يوم الاختبار هي ما ادتلوش اي اهميه، وانه فعلا ظابط كويس، وان يوم عمليه سجا ميهارا كافكا ساعدهم بشكل كبير، وان هو اللي اكتشف اعضاء التكاثر الموجوده في الوحوش ده، غير انه انقذ ناس كتير جدا وكان هيضحي بنفسه علشانهم، وانه لما اتحول لكايجو كان بينقذ الناس وما اذاش حد قبل كده، وان فعلا قلبه قلب انسان، وانه مش كايجو، وانه من زمان بيكره الاستسلام وعلى طول بيهتم بالناس التانيه. ساعتها الجنود اتعصبوا عليها جدا وقالوا لها انت جنديه عواطفك بتتحكم فيكي، وطلبوا منها ترجع لموقعها. وبعد لما مشيت الجنود كانوا مستنيين قرار المدير، وكانوا عاوزين ينفذوا حكم الاباده. والناحيه التانيه بنشوف بطلنا وهو في جهاز الفحص، وكان بيفتكر كل ذكرياته مع مينا، بس فجاه بيصحى وبيلاقي نفسه في المستشفى. والغريب بقى ان المدير ايساو كان قاعد جنبه وقال له انا مش هاذيك، واننا لو عاوزين ناذيك فعلا كنا اذيناك من بدري، وان اللي لحقه هو قلبه الضعيف. وبلغوا قرار المجلس وانهم اعتمدوا انه كايجو، وان في ناس كتير عاوزاه يموت. وبنرجع بعد كده بالزمن وبنشوف المدير وهو بيصدر قرار انهم مش هيخلصوا عليه، وانهم هيستفيدوا منه وهيخلوه يقاتل لصالحهم، وده لانهم مش عارفين الكايجو الجداد اللي ممكن يظهروا، وان قوته كبيره جدا وهتفيدهم اكيد في المستقبل. وبنرجع بعدها للحاضر، والمدير طلب منه يثبت قوته لو عاوز يعيش. ساعتها بطلنا اتضايق جدا وبيكون متاكد انهم عاوزين يستخدموه كسلاح، وقال له انا عاوز اكون ظابط مش كايجو. وعلى الناحيه الثانيه بنلاقي مينا ماسكه التليفون وبتكون بعتت للشباب القرار اللي طلع، وان كافكا هيفضل عايش، وحاجه زي كده خلت كل الشباب يفرحوا جدا. وبطلنا الحياه بتكون ضحكت له من تاني، وكان شايف ان حلم الوصول لمينا لسه مكمل. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف الكايجو رقم 9 وهو بيراقب العالم كله حرفيا، وبيكون قرر ينفذ الجزء الثاني من خطته، وانه شايف ان انضمام كايجو لفريق الدفاع ده هيكون مصلحه ليه هو في المستقبل. وبكده بينتهي الموسم الاول من الانمي. يا ترى ايه اللي هيحصل في الموسم الثاني؟ هل كافكا هيقدر يسيطر على قوه الكايجو اللي جواه وينضم للجيش، ولا قوه الكايجو هتسيطر عليه وهيقتلوه في النهايه؟ ويا ترى ايه خطه الكايجو رقم 9؟ كل دي احداث هنعرفها في الموسم الثاني من الانمي، واللي اول لما ينزل هنلخصه على طول. فلو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان ده بيشجعنا نستمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده، والسلام.